كنظن بأن كلشي شاف بعض الفيديوهات ديال واحد الحادثة اللي وقعت لجيسيكا المروضة الأوركا في أحد العروض في واحد من أكبر المنتزهات البحرية. كاين اللي صدق هاد الشي وكاين كيقول أن هادشي كامل غير كذوب، وهادشي اللي غادي نعرفو في هاد الفيديو. كنوعدكم غادي تخرجوا فاهمين القصة كاملة، كيفاش طرا هادشي، واش هادشي بصح ولا كذوب. يلا نبداو بعد الانترو. جيسيكا مروضة بحرية معروفة بحبها الكبير للحيوانات، قدر أكثر من 10 سنين كدرب الأوركا الحوت القاتل في واحد من أكبر المنتزهات البحرية في العالم. علاقتها مع الحيوانات ديالها كانت كتظهر مثالية، لكن البحر كتحمل أسرار وماشي دايما كيكون كلشي كما كيبان. داك النهار المشؤوم المدرجات عامرة والجمهور كيتسناو يشوفوا العرض الاستثنائي. أوركا كتقفز من الماء كترش الجمهور والكل كيصفق. فجأة الحوت بدا كيتصرف بطريقة غريبة، الحركات مبقاتش متناسقة والهدوء تحول لفوضى. لحظة واحدة كلشي تبدل، الماء تلون برغوة بيضاء، أصوات صراخ عمت المكان، وجيسيكا لقات راسها وسط الصراع مع واحد من أقوى الكائنات البحرية في العالم. ووسط في المكان ديالو المدربين الآخرين حاولوا يدخلوا، لكن الحوت كان خارج على السيطرة تماما. القصة ديال جيسيكا خلت العالم كامل يسول واش كنقدروا فعلا نحبسوا الطبيعة في الأحواض الصغيرة، ولا الطبيعة دايما غتلقى طريقة باش تذكرنا بقوتها الحقيقية. وندوزو للموضوع الأهم، واش هادشي اللي راه في مواقع التواصل كان حقيقة ولا كان غير قصة ديال غير إشاعات انتشرت في الإنترنت. القصة ديال جيسيكا الإخوان هي غير إشاعة انتشرت في الإنترنت بلا صحة لها، وهذيك الحادثة كانت وقعت ديجا في 2010. يعني فقط تم إحياء الحادثة وسبوها في بأنها وقعت في سنة 2020، ولكن حتى حاجة من داك الشيء ممكن حتى دليل أو مصدر. كيبقى هادشي غير هضرة باش يدير البوز وصافي. الإخوان كنظن الإخوان بأن هنا غادي يسالي الفيديو. متنساوش ديروا واحد لايك، تابوناو في لاشين باش يبقاو كل جديد ديال لاشين. تهلاو تهلاو تهلاو. Ayy, poppin' like I'm supposed to. Watch out for the people that ain't close to.